اهلا بيكم، معاكم مازن، والنهارده هنكمل معاكم توبيك الاي ام ار، وهيكون معانا دكتوره اسيل. اهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا مازن. بعد يا دكتور ما حضرتك وضحت لنا في الحلقه اللي فاتت الاي ام ار ميكانيزم، كنا عايزين حضرتك توضح لنا الاي ام ار كوزس. إحنا عندنا 3 أسباب رئيسية لل AMR، وللأسف أغلب الناس بتقع فيها. أول حاجة، مريض يكون عنده viral infection زي أدوار البرد الشائع، ويبتدي إنه ياخد antibiotic، وده هيسبب إن reproducibility بتاعة الفيروس هتزيد، وده هيضر المريض وهيخلي الحالة تتدهور أكتر. تاني حاجة، ال overuse للبرود spectrum antibiotic زي ال second أو ال third generation من السيفالوسبورينز واللينزوليد، هيزود من الريزيستنس للبكتيريا بشكل كبير. تالت حاجة، أي صيدلي لازم يلتزم بالفايف رايتس، لأن دي حاجة بإيدينا عشان نلمت ال AMR، وهي right patient, right drug, right dose, right time, and right route. ممكن حضرتك توضحي لنا ايه من الخمسه ارز نلتزم بيه اثناء مواجهه اي ام ار كيس؟ أكيد طبعا. أول حاجة هنبدأ بيها right patient and drug. المفروض إن one size fits all دي ما تتاخدش أبدا في علاج المريض، لأن كل مريض ليه الكونديشنز الخاصة بيه، حتى لو مصاب بنفس المرض لمريض آخر. بعد كده right time، وهنا لازم نلتزم بفترة العلاج المحددة للمريض، بالذات أثناء العلاج بالأنتيبيوتيك. بعد كده right dose، لازم الصيدلي يوعي المريض عن الدوز، وإيه اللي المريض يعمله لو نسي ياخد الدوز في وقت معين، وده كان جزء من الفايف رايتس اللي نحاول نلتزم بيه في ال AMR case. اكيد دي مسؤوليتنا جميعا في اننا نقلل من خطر الاي ام ار. بالظبط، لأن في بالفعل بكتيريا موجودة دلوقتي وبقت مقاومة لكل أنواع الأنتيبيوتكس اللي احنا عارفينها، والموضوع لازم يبتدي يكون فيه ريسيرش أكتر، لأنه قل في آخر 25 سنة العوائق اقتصادية وغيرها. فبالتالي نقدر نقول إن البكتيريا هي اللي متقدمة علينا دلوقتي بأساليب مقاومتها المختلفة اللي قلنا عليها. فبالتالي لازم نبتدي نوجه جهودنا ناحية الريسيرش عشان نلاحق الإيفولوشن اللي بيحصل للبكتيريا، واللي بالتالي بيزيد معاه البكتيريا ريزيستنس. شكرا لحضرتك يا دكتور على المعلومات اللي حضرتك شاركتيها معانا النهاردة. وجه وقت سؤال الحلقة. هو السؤال عبارة عن كيس صغيرة كده، محتاجين نعرف منكم ايه من الخمسة أرز اللي ملتزمش بيها الصيدلي اللي في الكيس. بيشنت اكس كان بيعاني من بكتيريال انفكشن معينة، والدكتور بعد الكونسلنج شاف ان حالته محتاجة دراج واي. في اليوم اللي بعده اتعرض على الدكتور بيشنت زد بيعاني من نفس البكتيريال انفكشن، فبالتالي هو عمل ديسبنسنج للدراج واي اللي عمله امبارح على طول. يا ترى ايه من الخمسة ار اللي الدكتور ما التزمش بيها؟ ونتمنى السلامة والصحة للجميع. استنونا في الحلقة الجاية وهنتكلم فيها ان شاء الله عن دور الصيدلي بشكل اكبر في ال AMR.